السلام عليكم خوتي خواتاتي المغاربه. من طنجة للقويره. خوتي المغاربه عبر العالم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بمناسبه عيد العرش كنهنئكم وكنهنئ جلاله الملك والشعب المغربي بكل الاطياف ديالو. كنتمنى ان شاء الله تعاد علينا هذه الذكرى وحنا في احسن حال واحسن تقدم، ونحققوا داكشي اللي كنتمناو كشعب وكملك. ان شاء الله اليد في اليد غنوصلوا داكشي اللي كنتمناو ان شاء الله، درجه درجه، رغم العراقيل وبزاف المشاكل، ولكن غنوصلوا ان شاء الله يا ربي. كما قال الملك ديالنا قال لك الجديه. هاد الكلمه انا سمعتها قالها بزاف المرات، ولكن ما حسبتش شحال من مره. حتى شفت واحد السيد صحفي مغربي عند القناه ذكر العدد 14 مره، هو كيذكر الجديه. من كل نقطه كيتكلم عليها كيربطها بالجديه، الشؤون الداخليه والعلاقات الخارجيه والمشاكل الدوليه والمشاكل ديال المغرب، والاهداف ديال المغرب والعلاقات بين الشعب والعرش. كل شيء ربطو بالجديه. هاد النقطه انا ما انتبهتش ليها بزاف، حيت شفت الكلمه كتكرر بزاف المرات في الخطاب ديال جلاله الملك، ولكن ما ركزتش على العدد. ولكن هذا السيد ذكرها. نقول لكم السيد باش تعرفوا الا بغيتوا تدخلوا عنده تشوفوه. هو القناه، صاحب القناه الكره المغربيه، استاذ هشام، ذكر هذا العدد، حسب هذا العدد. خوتي خواتاتي المغاربه، اول واحد الحاجه بغيت نقولها، انا غنتكلم على الخطاب الملكي، ما غاديش نتكلم عليك شي وحده اختصاصيه، ولا انا مواطنه مغربيه كما كنقول لكم دائما. اختكم منى مواطنه مغربيه، كنتكلم باسم، ماشي باسم المغاربه، ولكن كنعبر على واحد الفئه من المغاربه اللي ماشي اختصاصيين، ماشي سياسيين، ما عندهمش العلاقه باي تخصص، يعني اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي، ولا كنتكلم كمواطنه مغربيه بالطريقه بكل بساطه، يعني كنتكلم ببساطه. واحد الحاجه مهمه بزاف 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 بالنسبه لي، بالنسبه للمغاربه عامه، اكيد غتكون مهمه لجميع المغاربه. الا كان شي مغربي ماشي مهمه عنده، غادي يكون ماشي مغربي، غنشكو في المغربي ديالو. واحد الحاجه مهمه بزاف بزاف هي الصحه ديال جلاله الملك. الملك ديالنا شحال من مرات كيبان في خطابات هذا العام، كل مره كيبان احسن من اللي قبل. هذا الخطاب هذا بان فيه باللي كان هو في احسن حال، الحمد لله والشكر لله. انا عرفت هذا الشيء قبل ما يكون الخطاب الملكي. عرفت الملك ديالنا في احسن حال الصحي ديالو، احسن حاله الصحيه ديالو. من الاخبار كنشوف المحاسبه، كاين بزاف د الشخصيات في المغرب كيتحاسبوا قضائيا. كاين بزاف التغييرات، كاين بزاف د الحوايج كيوقعوا في المغرب. سمعتوا في الاخبار، شفت تكلموا عليهم الناس اللي كيهتموا بالسياسه الداخليه للمغرب، معارضين والنقاد والسياسيين المغاربه داخل المغرب اللي كيتكلموا على هذا الموضوع. غير سمعت هذه الاخبار عرفت الملك ديالنا استرجع الصحه ديالو مزيان 100%، الحمد لله. حنا عارفين، حنا كنعرفوا المغاربه، الشعب المغربي اللي كيهتم، ماشي كاين واحد كيمين في المغرب ما كيهتمش، ما كيهتم حتى بشي حاجه، كيعيش حياته كيخدم، ما كيهتم حتى شي حاجه. ولكن اللي كيهتم اي حاجه كتوقع في المغرب غادي يلاحظ الملك ديالنا. يعني نقولوا يمكن نص ديال الفتره ديال الحكم ديالو كانت واحد الفتره، يعني كل يعني احداث قويين بزاف بزاف في التقدم سياسي واقتصادي، وحتى هذا الشيء ديال المحاسبه.
كل مره كنسمعوا شي واحد مهم كيتحاسب على الاغلاط ديالو ولا على اختلاسات على بزاف د الحوايج. ولكن ملي مرض الملك ديالنا شفنا هادشي شويه تنقص، ما بقاش محاسبه، والناس لقاو الفرصه. كاين بزاف الاغلاط ارتكبوهم الناس السياسيين ومسؤولين في قطاعات، و بزاف الاغلاط وقعوا. كاع المغاربه كيعرفوا هذا الشيء، كيحسوا به، كيلاحظوه، كيحسوا به. والمغاربه ماشي كيخافوا ولا شي حاجه، كيشوفوا هذا الشيء وساكتين، حيت عندهم السبب علاش ساكتين، هما عارفين علاش. دابا الحمد لله الملك ديالنا استرجع الصحه ديالو، يرجع لداكشي اللي كان كيدير ان شاء الله يا ربي، غيحقق داكشي اللي كنتمناو، داكشي اللي كيتمنى حتى هو وكنتمناو حنا كشعب، والحمد لله والشكر لله. كما قلت لكم الملك ديالنا الله يحفظه في الخطاب ديالو ذكر بزاف د النقط تكلم عليهم. كنتمنى المغاربه حتى اللي ما كانوش المغاربه 100% يفهموا هاد النقط، على الاقل واحد 60% ولا 70% من المغاربه كنتمنى يفهموا النقط اللي تكلم عليهم الملك ديالنا. المفروض باش يفهموا الناس كاملين، المفروض الدور ديال الاختصاصيين، ديال المحللين السياسيين، هما اللي يتكلموا باش يوعيوا الناس، باش يشرحوا للناس الخطاب الملك. وهاد النقط اللي ذكرهم الملك ديالنا، كما كتعرفوا الملك ديالنا هو الكلام ديالو دائما مختصر وكيركز على نقط معينه وباختصار. ما يمكنش يتكلم كما كنتكلم انا باش يوصل داك الشيء، ما يمكنش يتكلم بكل بساطه. كيتكلم كرجل مسؤول، رجل دوله، رجل ملك ديال البلاد. تكلم قلت لكم بزاف د الحوايج، تكلم على العلاقه بين العرش والشعب، تكلم على الجديه. ما عرفتش شحال من مره قلت لكم 14 مره، ذكرها واحد السيد قلت لكم 14 مره، وكيذكر الجديه من كل موضوع كيتكلم عليه، كيربطوه بالجديه. هذه راه رساله قويه بزاف. غير هذه الكلمه خص المحللين يتكلموا عليها، يعني واحد الشهر هما يتكلموا عليه، يفسروها للناس باش توصل الرساله. الجديه يعني داكشي اللي داز، هاد السنين اللي دازو كانوا بزاف د الحوايج اللي خدم بالجديه راه بان. ذكروا الملك ديالنا راه بانوا. اللي ما خدمش بجديه حنا عارفينهم، شكون اللي ما خدمش بالجديه هاد الفتره هادي. قلت لكم علاش تذكر الجديه باش الناس يفهموا، يعني كلشي مركز على الجديه. الا بغيتوا اي حاجه نوصلوا ليها خصنا كلنا، الشعب المغربي كله، كل الاطياف ديالو نكونوا جديين. اي حاجه كنديروها ولا كنقولوها ولا اي حركه خصنا نكونوا جديين. حنا كنعرفوا كاين اطراف اللي ماشي جديين، كاين الاطراف اللي كيزرعوا كيقتلوا الجديه في المغرب، كاين بزاف. وحنا الامل ديالنا في الملك ديالنا، في الله سبحانه وتعالى، في الملك ديالنا، باش نرجعوا نشدوا الطريق، نحاولوا ما امكن. صعيب ولكن ما نديروا ما امكن، نديروا مجهود باش نرجعوا للطريق، نكونوا جديين في اي حاجه كنديروها. الملك ديالنا قلت لكم تكلم على بزاف د النقط، كلشي ربطوه بالجديه. العلاقات الخارجيه، العلاقات الداخليه، المشاكل، التقدم، الازدهار، التفوق، حتى داكشي اللي جاي. يعني كاين نقط مهمين بزاف غنحقوهم ان شاء الله قريب ان شاء الله. وتذكر حتى المشكل ديال الصحراء المغربيه، يعني الاعتراف ديال الدول بالصحراء المغربيه والقنصليات اللي كيتحلوا في الصحراء المغربيه. تكلم على الجيش ديالنا اللي كنفتخروا به. تكلم على المغاربه المتفوقين. هذه نقط مهمين بزاف. المفروض المحللين يتكلموا على هذه المواضيع بزاف، يحلوهم، يشرحوا هذه النقط للناس. تكلم على العلاقه المغربيه الجزائريه، باش تكلم قالك مستقره العلاقه بين المغرب والجزائر، راه هذه كتعني بزاف. حتى هذه المستقره راه عندها بزاف د المعاني، المفروض الناس يشرحوا هذا الشيء للناس اللي مختصين يشرحوا.
كالعاده دائما كيمد اليد ديالو للجزائريين المسؤولين في الجزائر، وكيأكد على واحد الحاجه مهمه بزاف دائما كيأكد عليها. عجبني بزاف ملي عاود اكد على هذا الموضوع هذا، اللي كيوجه الكلمه للجزائريين، الشعب وحكومه ومسؤولين، ما غاديش يجي لهم الشر من المغرب. هذه نقطه مهمه بزاف بزاف، باش داكشي اللي كيروجوا له باش يفهموا الناس بلي داكشي راه غيحرب على المغرب. والناس اللي كيفهموا راه كيعرفوا الكلام ديال الملك المغرب بالخصوص، ماشي مجرد كلام بحال اي مسؤول، بحال اي رئيس ديال الدوله، ولا بحال اي، لا، باش كيتكلم الملك ديال المغرب راه هذاك الشيء راه عهود وكيتسمى قانون ديال الدوله المغربيه، باش كيقول ما غاديش يجي الشر للجزائر من المغرب. يعني هذا راه عهد، ماشي مجرد كلام ديال الاعلام ولا ديال الاشاعات ولا شي حاجه. هادشي اللي كان خوتي المغاربه، بهذا الشيء اللي بغيت نقول. ما غاديش نحلل الخطاب الملكي، ماشي مستوى ديال هذا الموضوع هذا، هادشي كبير عليا، ولكن نتمنى قلت لكم اختصاصيين. شفت الناس تكلموا بزاف، كاين الناس اللي تكلموا، شفت المغاربه اختصاصيين المغاربه، شفت الناس حتى الناطقين بالعربي، شفت بزاف تكلموا، حاولوا يعني يفسروا الخطاب ديال الملكي ولا يشرحوا ولا يتكلموا عليه. كله كانوا في المستوى، تكلموا بطريقه يعني مهمه بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله ربي يدير الخير ان شاء الله لينا والجميع في المستقبل ان شاء الله يا ربي، وبالتوفيق ان شاء الله للدوله ديالنا والملك ديالنا ان شاء الله، يلا يحفظوا، لا يدوموا فوق راسنا ان شاء الله، وينصروا اي حاجه كيحط فيها يدو ان شاء الله. كنتمنى ربي ينصروا. هادشي اللي كان، هادشي اللي بغيت نقول اخوتي المغاربه، والتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي، والسلام عليكم.